كنت شايفها ازاي؟ كانت اكتر حد مجتهد شفته في حياتي. الدين ده كان اهم نقطة في حياتنا، وكان محور حياتنا. كأنها فعلا حاسة ان هي وقتها على الارض مش كتير. انا كنت خايف من اليوم اللي هي تعجز فيه وما تشتغلش. كانت دايما تقول لو عملتي حاجة تتقنيها، لحد بقى ما كبرت شوية وتعلمت ان هي قصدها انه اي حاجة بتعمليها لازم يكون ربنا قدامك. فبصت لها وقالت لها لو ما اشتغلتش اموت. جدتي كانت مسميها طهرة القلب، زي اي ام مصرية جميلة وسكر وحنينة قوي قوي، وفي نفس الوقت very firm. بتبني حياتها وبتبني الشغل بتاعها طوبة فوق طوبة. الطب بالنسبة لها لما من اللي انت بقى بتشوفيه ان هي تعلم الناس الطب اللي هي اتعلمته. دايما بتحسس كل واحد ان هو المميز عندها، يعني يا رب الواحد بس يطلع ربعها. يعني ده الأحسن لها ان هي كمان يعني تمشي في عزها. انا دايما بحس ان هي معانا والله.